تعالوا نعمل مع بعض كبدة اسكندراني خطيرة بالفلفل الحراق. تعالوا بقى كده مع بعض نشوف المقادير بتاعتها. عندنا نص كيلو كبدة بلدي او زي ما تحبوا يعني، بس انا بفضل البلدي. قطعتها كده شرايح تكون رفيعة، بس هي ما طلعتش معايا شرايح رفيعة لان انا قطعتها وهي سايبة. خلوها احسن تتجمد في الفريزر شوية وقطعوها تتحكموا في التقطيع بتاعتها احسن. حطيت كده معلقة زيت وحطيت الخلطة دي، ده عصرة ليمونة، معلقتين خل كبار، ملح، فلفل، كمون، شوية كزبرة، وخلطة كده من توابل الكبده اسكندراني. وبعد كده نزلت بقى بالكبده وسبتها لحد ما تستوي شويه، وبعد كده نزلت عليها بالفلفل الاخضر وقرنين فلفل حراقين كده عشان يدوها طعم وتبقى سبايسي وتحفه. يا دوبك الكبده ما بتاخدش سوا خالص، لو خدت سوا على النار زياده عن اللزوم هتبقى الجلده معاكي. هي يا دوبك اللون الاحمر اللي فيها ده يروح، وتقلبيها تقلبتين وتطفي عليها. هتطلع بقى بالشكل التحفة ده معاكي وطعمها خطير. حطيها بقى في فينو، في عيش بلدي، في عيش شامي. الكبدة مش هتقولك لأ في أي أكلة. ممكن تاكليها على الرز، تاكليها على مكرونة، طعمها خطير. اعمليها بس زي ما انا عملتها كده بالظبط، وصدقيني هتطلع معاكي تحفة. عايزاها تبقى احلى واحلى، حطي رشة صويا صوص او دبس رمان، رشة بسيطة كده، وحطيها بقى في الفينو، بالذات الفينو الرفيع الصغير ده خطير. انا بحب صراحة اكلها في الفينو. حطيتها كده، عملت كام سندوتش حلوين وحطيت عليها طحينة، كنت انا اللي عاملاها برضك في البيت. وكليها بالهنا والشفا، بجد خطيرة. قولولي بقى ايه نوع الفيديوهات اللي انتوا بتحبوه ان انا اعملها، لان انا الفترة الجاية حابة ان انا ابقى اكتف شوية على اليوتيوب يعني. فحابه ان انا اعمل فيديوهات. قولولي انتوا نوع الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها، يعني نخلينا نعمل اكل ووصفات ولا نعمل فلوجات وحاجات كده. شاركوني نوع الفيديوهات، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.